أسهل وجبة ممكن نعملها في الفطار وفي العشا وتنفع جدا في الدايت، ومش هتاخد مننا مكونات كتير، 3 مكونات بس، ومش محتاجة بقى عيش ولا نشويات، وعشان كده بقولكم تنفع جدا للدايت. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت هنا 2 من الطماطم يكون حجمهم كبير شوية، علشان هنحشيهم من جوه، هنفرغهم ونحشيهم، ومهم إنها تكون متماسكة، يعني ما تكونش مستوية عشان لسه هنحطها في الفرن. زي ما انتم شايفين بنختارها كده تكون لونها حلو وتكون متماسكة، وبعد كده هجيب كده المعلقة وابتدي ان انا افرغها من جوه. وطبعا اللي طلع منها دوت بستخدمه تاني، ممكن اضربه في الخلاط واعمل بيه اي وصفة تانية. وهفرغ كل الكمية اللي عندي، هطلع كده القلب بتاعها. وتقدري طبعا تعملي اي كمية انت عايزاها، بس بالنسبة لي انا 2 كفاية. عايزة اقول لكم الوصفة دي من اسهل الوصفات اللي ممكن تجربوها، وخصوصا كمان في جوع اخر الليل تنفع جدا، ومش هتخنا لان احنا ما استخدمناش هنا اي عيش او اي نشويات، وكمان مشبعة جدا بجد. جربوها وهتكون هي دي الادمان بتاعكم في الفطار وفي الليل. بعد كده ما خلصت هبتديت اللي انا هحط الجبنة. انا هنا حشيتها بجبنة موتزاريلا، تقدروا تستبدلوها بميكس من الجبن او اي نوع جبنة تاني بتفضلوه. وبعد كده جبت بيضة وحطيتها كده فوق الجبنة، ونخلي بالنا واحنا بنحط البيضة انها ما تخرجش من الجوانب. وعشان كده قلتلكوا ان احنا نستخدم الطماطم الكبيرة عشان تاخد المكونات بتاعتنا. رشة بقى من الملح ومن الفلفل الأسود، وهسويها في الفرن. هجيب صينية وهحط فيها ورق زبدة من تحت، وأحط فيها الطماطم، وأحطها في الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معانا بالظبط ربع ساعة. ممكن كمان نسويها بطريقة تانية. هجيب طاسة على النار وهدهنها بسيط بزيت زيتون أو أي نوع زيت تاني، وبعد كده هجيب الطماطم وهحط في البداية البيض، وتقدروا بقى تحطوه كامل زي ما هو أو تضربوه كده، ورشة من الملح والفلفل الأسود، وفي الآخر رشة من الجبن. وهنغطيها وهنسيبها بالظبط مدة 10 دقايق. هتطلع معانا بقى بالشكل التحفة ده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. بجد مفيش أجمل وألذ وأخف من الوصفة الجميلة ديت. شكلها هيشهي ما شاء الله، وطعمها جميل وسهلة وسريعة. أتمنى إنها تكون عجبتكم النهاردة. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسونيش بقى كده في دعوة حلوة وفي تعليق جميل، وصلوا على النبي في التعليقات، واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.